إنا لله وإنا إليه راجعون. مات الشيخ أحمد عمر هاشم. هذا الرجل كنت أحبه جدا. أنا أعتذر فيعني لا أتمالك دموعي. تذكرت يوم أن مات الشيخ الحويني. فهكذا أهل الحديث الذين ينشرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم قلة. هؤلاء قلة، أي عددهم قليل، وهم كالذهب يندر وجودهم في هذا الزمان. لذلك عندما نفقد أحدهم، اعذروني، فالموقف صعب. وهذا الرجل يعني كنت دائما وأنا سائق السيارة كلنا بننتظر البرنامج بتاعه حتى هذه اللحظة، والله العظيم وأنا ذاهب إلى العمل دايما أحب أسمعه. هو كان بيجي لحد دلوقتي بعد الشيخ محمد رفعت. بيبدأ الشيخ محمد رفعت في قراءة القرآن الساعة 7، وينتهي الساعة 7:30. ثم يأتي الشيخ أحمد عمر هاشم عليه رحمة الله، هو يبدأ يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويشرحه بشرح جميل ومبسط. وأنا أنصح كل واحد فيكم رايح الشغل أو رايح عمله أو سائق عربية أو قاعد في الميكروباص، يعني يجيب الإذاعة القرآن الكريم الساعة 7:30 تحديدا عشان يسمع الشيخ. بيقعد 10 دقايق بس، هتسمع وهتستفاد منه إفادة كبيرة جدا جدا. فالشيخ عنده علم غزير، وإن كان مقصر وإن كان زل في أشياء، فكلنا أصحاب ذنوب وكلنا أصحاب يعني زلات. فليس أحد منا معصوم، فالمعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ماتت العصمة بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا نخطئ ونصيب، فلا تعيب على أحد. وإنما إن أردت أن تحذر من شيء في منهج فلان أو علان، فيعني أنكر عليه بلطف، ولا تكن فظا غليظا، وبالذات مع أهل العلم الذين يدافعون عن كتاب الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقصد عن رسوله أي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حي بسنته بيننا. وعايز أقول لكل واحد والله العظيم كل نفس ذائقة الموت. أنا مش جاي أرعبك ولا أخوفك، ولكن جاي أقول لك على الحقيقة اللي أنت بتتهرب منها. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. بتجروا من الموت، بتجري للطبيب عشان تعالج نفسك، خايف من الموت بتفر منه، فإنه ملاقيكم. والله إن كنت فاجرا ستموت، وإن كنت صالحا ستموت، وإن كنت عالما أو متعلم فستموت. فاختر لنفسك ميتة تموت عليها. وانت اللي تقدر تختار دلوقتي، انت عايش في الدنيا على ايه؟ عايش على الصلاح ولا عايش على الفساد؟ عايش على الحجاب ولا عايش على عدم الحجاب؟ عايش على الطاعة ولا على المعصية؟ عايش على الدخان ولا على الطهر والعفاف والريحة الطيبة؟ شوف انت عايش على ايه، فهذه الميتة التي ربما تموت عليها. شفتوا جنازة الشيخ عاملة ازاي؟ ما شاء الله، جنازة مهيبة وجميلة جدا، يعني يشيعه كل الصالحون. سبحان الملك. فالله عز وجل سيهيئ لك عند موتك من يشيعك، وسيأتي لك بأقوام والله ربما لا تعرفهم أبدا، بس عشان يشيعوا جنازتك ويدعوا لك ويصلوا عليك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فحسن نيتك مع ربنا، ولو بتعمل أي حاجة حرام توب منها دلوقتي قبل أن يأتيك ملك الموت، وحينها والله العظيم ما هتعرف ترجع تاني، ولا هتقدر تقول لملك الموت سيبني أعيش 10 دقايق أرجع أصلي. كان قدامك ما صليتش ليه؟ كان قدامك ما تحجبتيش ليه؟ كان قدامك ما بطلتش سجاير ليه؟ كان قدامك ما بطلتش شيشة ليه؟ كان قدامك ما بطلتش غيبة ونميمة وقروض ربوية ليه؟ وهي كلمة واحدة قالها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وافعل ما شئت فإنك مجزي به. نسأل الله عز وجل للشيخ أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يثبته عند السؤال، وأن ينزل على قلب ذويه الصبر، وأن يربط على قلوبنا، وأن يحسن ختامنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.